لسه في السوق هاتيه واسلقيه وفي 5 ايام هتاكليه. الليمون المخلل بالعصفر وحبة البركة حاجة كده وهم خطيرة جامدة جدا. في فطار غدا عشاء سندوتشات حاجة كده اللهم بارك. طعمها تحفة. دقة جميلة فلفل ليمون حاجة كده اخطر من الخطارة. كمان ممكن تخزنيه وتستخدميه في رمضان. تحطيه في برطمانات وتحطيه في التلاجة لرمضان. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. هنا جبت الليمون الاخضر موجود في السوق وكتير لسه برضو ما خلص او لسه مغليش. سعره رخيص وحلو. جبته غسلته غسلة حلوة. اهم حاجة نغسل الليمون بتاعنا غسلة نظيفة علشان المية اللي هنسلق فيها الليمون احنا مش هنرميها وهنحتاجها. تمام. هنا غسلت الليمون غسلة حلوة جدا. وهبتدي بقى اجيب حلة واحطه فيها. هنا جبت الحلة حطيت فيها الليمون بتاعي كله. حلة كبيرة حلوة كده علشان نسلق الليمون حلو كده ويبقى يعني مفضفض كده وبراحته. تمام. حطيت هنا الليمون كله بعد ما غسلته. تمام. حط عليه المية بقى بتاعته. مية من الحنفية عادية جدا. تمام. مية من الحنفية هغطي بيها الليمون كله. هنا حطيت المية وهزود عليها مية كمان لغاية ما اغطي وش الليمون كله بالمية وهرفعها على النار. هنا حطيتها على البوتاجاز وحطيت المية كاملة كده وهبتدي اخليه يتسلق ويغلي كده ويتسلق سلق حلو مظبوط. تمام. هيبقى كده تيجي تقطميه يتقطم معاكي عادي. هنا خلاص استوى الليمون بتاعي. هبتدي بقى اجيب بولة كبيرة كده وانشل الليمون ده فيها. بعد ما اقفل النار عليه على طول خلاص هو استوى. هقفل عليه النار وهبتدي انشل الليمون ده كله من المية المغلية ديت. هنا خلاص بقى بنشله وهبتدي اقفل البوتاجاز اهو. كده قفلت عليه النار وهنشل الليمون كله من المية المغلية دي في بولة كبيرة كده علشان هنحتاج نحط عليها مية من الحنفية برضو ونغير عليه دلوقتي. هنا نقلت الليمون كله في بولة تانية. هبتدي بقى وهنا برضو المية اللي انا سلقت فيها الليمون دي مش هرميها. هسيبها كده تبرد وتهدى وهحطها في برطمان او في ازازة واشيلها في التلاجة لغاية ما استخدمها في الوصفة. هنا الليمون بتاعي بعد ما نشلته هبتدي انزل عليه بمية من الحنفية عادية خالص واغطيه برضو بالمية. بصوا حطينا المية كده فيه. هبتدي بقى اغير على المية ديت لمدة يومين 3 مرات 4 مرات في اليوم. يبقى هنسيبه يومين في المية كل شوية نغير عليها 3 مرات. ودي مية الليمون تهدى وزي ما اتفقنا هنحطها في التلاجة. هنا بقى هبتدي اغير على الليمون بتاعي 3 4 مرات في اليوم لمدة يومين بالظبط. 3 مرات في اليوم 4 5 كل ما تدخلي المطبخ كده تبتدي تغيري المية بتاعته وتغيري المية عشان ينزل المرارة من الليمون. هنا خلاص هسيبه بقى لمدة يومين واغير فيه كل شوية المية. هنا بقى كده عدى اليومين نشلته من المية اللي كنت نقعاه فيها وبغيرها 3 مرات في اليوم او 4 مرات. تمام. هبتدي بقى اجيب المكونات اللي انا هستخدمها في الوصفة عندي. هنا عندي فلفل حراق طبعا ده لازم. مش محتاجة فلفل حراق مش مشكلة ممكن تعملي ليمون بس. هنا عندي جزر بشرة قد كيلو كده وكم جزرايه كده عاملاهم شرايح مدورة او صوابع زي ما تحبي. هنا كمان ادي الليمون اهو زي الفل. بصوا شكله يفتح النفس. عندي هريسة حمراء وادي المية بتاعة الليمون اللي احنا غلينا فيها الليمون. تمام. بردت خالص وكنت حطاها في التلاجة خلاص كده وحطيتها في شفشق وهستخدمها دلوقتي معاكم وهقول لكم ليه. هنا الليمون معايا والهريسة والمية. ال3 حاجات دول اهم الاساسيين. وهنشوف ايه تاني هنستخدمه في باقي الوصفة. معايا هنا كمان معلقتين كبار من حبة البركة
معلقتين كبار كده ومعلقتين كبار عصفر. والملح طبعا هقول لكم هنستخدمه ازاي علشان يطلع معاكي محلول الليمون مظبوط 100%. تمام. هنا بقى يلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. ادي الليمون ما شاء الله عليه والجزر والحاجة. هنبتدي بقى بايه؟ بالجزر. جبت الجزر اهو في بولة كبيرة كده. عندي الجزر المبشور والمتقطع. هنزل عليه على طول بالهريسة الحمراء. دي هريسة حمراء فلفل بس من غير لا توم ولا اي حاجة عليها. تمام. هنزل عليها كده بالليمون، قصدي بالجزر، اسفة. هنزل على بالهريسة على الجزر المبشور. بعد كده هنزل بحبة البركة. هنزل كمان بالعصفر اللي معايا كله اهو. نزلت بالعصفر وحبة البركة والهريسة والجزر. تمام. عشان تبقى خلطة جامدة جدا. عايزة اقولك ممكن تغمسي بيها كمان مع الليمون كده، بتبقى خطيرة قوي. هنا خلاص بقى هحط 3 معالق هرميين ملح، معالق كبيرة بتاعت الاكل، 3 معالق في الخلطة ديت. وهبتدي اقلب الخلطة الجامدة دي كلها في بعض علشان كله يدخل في بعضه. هنا قلبت بقى المكونات كلها خلاص بقت تمام. هاجي بقى هنا عندي على الليمون والفلفل، هحط قد معلقتين على الليمون وقد معلقتين على الفلفل، واقلبهم كده تقليبه في بعض حلوه جدا. تمام. تمام. هنا بقى قلبت الليمون وقلبت الفلفل، ما شاء الله شكله يفتح النفس، خطير جدا. خلاص كده يلا بينا بقى على طول نحضر البرطمانات بتاعتنا. طبعا برطماناتنا جايبينها ومنضفينها وغسلينها غسلة تمام. تمام. وعاملين طبعا فيها غسلينها ومعقمينها خل ومية مغلية كده ومظبطين البرطمان. هبتدي بقى احط في البرطمان كده قد معلقتين كده ايه من الخلطة اللي احنا عملناها ديت في ارضية البرطمان، وهوزعها كده من تحت بالشكل ده اهو. اوزعها كده وانزل بقى برق ليمون كده، شوية ليمون حلوين. عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي انا معتمداها من سنين ما بغيرهاش. الطريقه دي جامده جدا بجد. تاكلي ليمون تحفه احسن ما هتجيبيه من بره وتشتريه من بره. هو لسه موجود في السوق. هنا برضو حطيت على الليمون شوية فلفل كده اخضر. مش حابة الفلفل الحراق مش مشكلة، بس انا عايزة اقولك ان هو الحرقية بتاعت الفلفل بتنزل في المية، ما بيبقاش الفلفل حراق، بس الفلفل بياخد مزازة الليمون كده، بيبقى شوية فلفل مخللين تحفة. حطيت هنا برضو راق جزر. تمام كده. يبقى هنستخدم بقى في البرطمان رقات. تمام. ممكن نحط راق ليمون اهو زي ما تحبي شكلي. حطيت رق ليمون. هحط شوية بقى بعد ما حطيت الليمون اهو. هحط ايه؟ رق من الخلطة اللي انا عملتها. كل ما تنزلي حاجة تبتدي تروجي كده البرطمان علشان ينزل ويتكبس في بعضه كده ويبقى ايه ما ياخدش مساحة. حطيت برضو رق خلطة وهحط كمان رق فلفل. يبقى هنحط طبقات ليمون خلطة فلفل، ليمون خلطة فلفل، واخر حاجة فوق الوش هتبتدي تحطي شوية خلطة من الخلطة دي وهت ايه علشان من فوق الوش كده يبقى ايه متكبس عندك. تمام. هنا بقى مكة دخلت في الحوار فانا مرضتش ازعلها. بصوا بقى شكل البرطمان خطير كده. هنا حطيت كل البرطمانات بتاعتي ومليتها رقات، رق ليمون، رق خلطة، رق فلفل. جامد جدا جدا جدا. بصوا ما شاء الله حلوة قوي. وهنا اتبقت شوية خلطة هبتدي استخدمهم في ايه بقى اهي. هسيبهم على جنب. وهنا عندي مية الليمون المغلية اللي اتفقنا ان احنا شايلينهم في التلاجة بعد ما سلقناه. هبتدي اعايرهم بكوباية الشاي العادية كده، نشوفهم كام كوباية. بسم الله. الله. واحد. هنا طلعت معايا ادي كوباية، ادي 2. هنشوف كام كوباية دلوقتي عملنا من المية ديت.
هنا عملت 8 كوبايات من المية. هحط على كل كوباية معلقة ملح هرمية، يعني هحط 8 معالق مية على سوري 8 معالق ملح على 8 كوبايات مية. خلاص كده حطينا 8 معالق ملح على 8 كوبايات مية من المغلية بتاعت الليمون. قلبتهم تقليبة حلوة، وهبتدي انزلهم في البرطمانات بتاعتي، واملى البرطمانات بيهم. تمام، يبقى احنا كده استخدمنا 8 معالق ملح على 8 كوبايات مية من المغلية بتاعت الليمون. حطيتهم كده، وابتديت حطيت كيس تلاجة على الوش البرطمان، وقفلت البرطمانات حلو، وهركنه في المطبخ عندي لمدة 3 ايام. 3 ايام بس هيفضل الليمون في بره التلاجة في المطبخ، وهسيبه 3 ايام لغاية ما يستوي ويبقى زي الفل. عايزة اقولك هيبقى خطير وهيعجبكم ان شاء الله. جربوه بطريقتي دي هتعجبكم. هسيبه 3 ايام في المطبخ كده على الرخامة. اول ما يستوي هرجع لكم وهوريكم النتيجة علشان تجربوه بطريقة لوزة. خطير خطير خطير، عايزاكم تجربوه هيعجبكم جدا. هنا بعد ال3 ايام ما عدوا ابتديت بقى اطلعه، وهجيب لكم حاجة كده برضو علشان اخرجه كده، اوريكم بقى منظر الليمون وجماله. عايزة اقول لكم خطير في فطار غدا عشاء سندوتشات. بصوا وشه لا ريم ولا عمل حاجة بيضة ولا اي حاجة، خطير جدا. هبتدي بقى انزل كده. عايزة اقول لكم الدقة دي والمية بتاعته خطيرة، عايزاكم تجربوه بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.